شخص مسيار طبعا، وهو في نفس الوقت ما يقول مسيار، يقول زواج سري. وزواج المسيار اصلا في شروط. في واحد يبغى زواج مسيار يكلمني، ام محمد شوفي زواج مسيار على بيته، انا انسان معروف كذا وكذا وكذا من عائله معروفه، بس انا ما ابغى اسمي مثلا يطلع. فاقول مدى خلاص انا برضه ما ابغى اظلم الناس الحريم ولا اظلم نفسي. اقول له فيه بس اعطني شروطك. طبعا ما فيه، الخلفه ممنوع لا من الزوج الرجال او من هذا، لان كلهم عندهم متزوجين. طبعا هي متزوجه وطلقت، وهو برضه كمان يبغى يعني يتزوج. يساعدها فجر بيتها، يدفع لها المهر، يرضي هذه وهذه. او انه في حاله واحده يقول انا مثلا ما ابغى اعلن، بس باخذها بفتح لها بيت وبصرف عليها، حتى لو كان يعني عند اهلها كمان تكون في بيتها، واصرف عليها واساعد اهلها وزي كذا، بس ما ابغى مثلا يعني احد يدري بالمسيار. هذا يعني مو بحرام، عقد نكاح في بينهم زي كذا. والله شوف انا ما احصل على فوائد كثيره، انا اكون معك صريحه. طيب الفوائد، اول حاجه المسيار اول شيء معروف، يعني مثلا اخذ انا المقدم، اجل كيف اشحن جوالي، كيف اسعى، كيف ابحث، كيف ادور. بكون معكم صريحه يعني، سواء انا او اي خطابه تسمعني او تشوفني. طيب وشيء بسيط. وبعدين عند الملاك يقول مهدي يا ام محمد بيض الله وجهك، خلاص ناسبتني البنت وانا ملكت وهذا حقك، ما نشرط. طبعا الحين حتى الحريم مع احترامي يتصلون يكلموني انا، يا ام محمد شوفين رجال كفو، شوفين الرجال خاف الله مسيار. اي حريم كثيرين مسيار يا ام محمد. فانا عرفت اقول يعني ليش زي كذا مسيار؟ قالوا ام محمد احنا عندنا اولاد ممكن ابواهم يدرون نتزوجهم زي كذا ياخذونهم، احنا ما نبغى ننحرم من عيالنا. اكثر شيء شخصيه الكبار يكلموني يا ام محمد نبغى زواج مسيار. إيه؟ ويدفع مهر ويدفعون. ايوه يدفعون اكيد، يدفعون مهور زي كذا طبيعي. المسيار صار بكثره من جد بكثره يعني ممكن من سنه او ممكن سنتين يعني شوي، مو مره خفيفين. العام وذي السنه بالاخص، ذي السنه بزياده. انا ما ابغى اظلم احد ولا احد يظلمني. صح. هذا الشيء قناعتهم برضاهم طبعا، وهذا زواج يعني الحمد لله على سنه الله ورسوله، حتى لو كان مسيار زواج.